قول لي بقى من اول تاني، انت قلت لي تلفزيون مصر من 67 من ايام النكسه وهم بيكذبوا علينا. من ايام مين دول؟ بيقول لك التلفزيون المصري من ايام ما كانوا بيقولوا وقعنا 150 طياره و200 طياره لغايه وقتنا ده، والتلفزيون المصري كذاب كذاب كذاب. الله يلعنه ويلعن اللي ماسك. كل الوزراء كلهم بيحلفوا يمين واحد انه يعرصوا لحساب مين ما تعرفش. حساب امريكا يمكن. ما اعرفش، الله اعلم. حد ما اقدرش اعرفه، بس بيعرصوا لما يطلع كلام في الاعلام بالطريقه ديت، وشباب رايح جاي عمال دلوقتي عمال يتضرب ويتذبح قدام عينينا كده، ويقولوا بلطجيه، تبقى دي مهزله. هم بيقولوا علينا بلطجيه وبيقولوا علينا ايه كمان؟ بيقولوا ان احنا عيال صغيره صح؟ ها؟ انت عندك كام سنه يا عدل؟ عشان بيقولوا ان كلهم هنا عيال صغيره، انت عندك كام سنه؟ قول لي تاني. اقول لك تاني ايه؟ انت كل شويه تقول لي تاني. انت جاي تحرير ليه؟ ها؟ جاي تحرير ليه؟ عشان العداله. يعني هم ما عملوش اي حاجه؟ ما عملوش حاجه ومش هيعملوا. ويقول لك الموازنه والمباني شغاله في التجمع الخامس، بنوك وشركات وحياه على مستوى عالي وما فيش فايده. امال اشمعنى الناس دي ما بتعطلش؟ اشمعنى عند الناس اللي مقسوم بها الارض بس هم اللي الحاجه عندهم؟ لا في لا خرا لا رز غالي والسكر غالي والدنيا غاليه. ايه يا اخي ايه بعد كده؟ وهم عايشين في عيشه 100 100. المهم ياكلوا، والشيوخ بالذات كمان. انا قلت كاره الشيوخ كلهم. والله العظيم ده بكلمك كده. مالهم الشيوخ؟ الشيوخ مالهم؟ يقول لك بس ما وراهمش الا لك بس. قال الله وقال، ما احنا عارفين قال الله وقال الرسول. انا حد قال لك ان احنا كفره؟ يا حبيبي اعمل باللي قال الله وقال الرسول انت، وانا هنشوفك واحنا نعمل ورا منه. لكن تيجي تنصحني وانت عايش 100 100، ده تكشف زي سيدنا عمر زي ما كان عامل. اعمل انت الاول واشوفك كده بنفس الطريقه ديت وانا هعمل زيك. لكن شيوخ قاعده في التكييف وبياخدوا من القنوات الفضائيه مبالغ ما حدش يتخيلها خالص، وبعد كده جايين علينا احنا. كله على الغلبان. على فكره كل اللي بيتضرب ده كله مش هتلاقي حد ابن ناس. ولاد الناس قاعدين يشربوا سجاير ومعاهم النت وخلاص. انا بكلمك الكلام ده، انا بطلت اخش. انا اتضربت امبارح، وقعت وضربوني وبطلت اخش. اصل ما فيش تكافؤ. اخش اعمل ايه؟ اخش كل شويه يجيبوني مضروب في راسي مضروب في رجلي. على اي اساس؟ ويا ريت ان انا دخلتها هتغير. طب ما فيش حد يجي من المسؤولين حتى يبص بصه نظره. طب ما وزير داخليه اهو، بيته قريب اهو في الدق اهو. طب ما تجيب العربيه وتعالى يا اخي، تعالى بص. ابعت كلب من كلابك يجي يبص. كلابهم ماليه الدنيا حوالينا في كل حته. والاخوان المسلمين من ساعه ما اتفقوا مع بعض واللعبه مشيت، قال لك خلاص غنيمه لنا. 30 سنه عذاب ومن هنا ورايح بقى غنيمه لنا. البلد غنيمه لنا. والله انا حاسس انهم اتفقوا الاتفاق ده اهو. طب والجنزوري؟ الجنزوري الراجل كبر وخرف. لما قال عيال صغيره يبقى كبر وخرف. الراجل ده مفروض يقعد بقى ويرتاح، وهو راجل كراجل محترم احنا بنحترمه. لكن الراجل كبر وخرف، ما عادش عارف البلد يديرها ازاي. هيديرها بالعقليه القديمه، ما عادش ينفع. العقليه القديمه دي ما عادتش نافعه. عقليته القديمه ديت ما عادتش تلزم البلد. البلد عايزه حد ياخد قرارات ويشد على الناس اللي معاها الفلوس دي، ويوزع توزيع الناس الغلابه دي، يوزع عليها العداله. مش السن يقول لك لا حد ادنى مش عامله دلوقتي. ما تعملش حد ادنى. الراجل ده فاهم العداله الاجتماعيه اكتر من اللي قرا كتب. اكتر من ايه؟ اكتر من اللي قرا كتب، من المنظرين بتوع التلفزيون. يا راجل كتب ايه؟ ده دول دخلوا قدام عشان ياخدوا شهادات بالغش. انا بقول لك الكلام ده اهو. انا اعرف دكاتره والله العظيم خدوا بقى دكتور بالغش. هو هقول لك بسيط، حاجه بسيطه. هو الدكاتره كلها شبه بعضها؟
ده الدكتور يقول لك ده نظيف. ده يا عم سيبك منه. طب ايه اشمعنى سيبك منه؟ ما ده درس طب وده درس طب. ولا ده درس بطيخ وده درس طب. بيختلف كل واحد بيحب حاجه بيعملها صح. ويكون في يعني صدق. انت عارف لو احنا نبطل الكذب والله العظيم هنبقى احسن دولة. طول ما فينا الكذب عمرنا ما هننفع ابدا. ونبطل الكلام لان احنا المفروض ناخد جائزه نوبل في الكلام. تلفزيون طول النهار ولا حل ولا رب. زي ما يكونوا بياكلوا عيش على قفانا. المذيعين والمذيعات. ما فعلا كده. يطلع مصطفى بكر من القناه ديت لما يخش مدينه الانتاج الاعلامي ما يطلعش من مدينه الاعلام الا على بيته. عليا النعمه من نعمه ربنا ما يطلع من على بيته. انا جلبت القنوات لقيته في الان تي في، لقيته مش عارف فين، ده ايه واخدها فحت ورد كلام. القرى اللي عليهم